صباح الخير او مساء الخير حسب ما يوصل لكم الفيديو. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني قوي من اخر فيديو. والنهارده كده يعني بما اننا كان امبارح ليلة الجمعة او يوم الجمعة، فجالي الخاطرة او الالهام ان انا اتكلم عن صلاة الاستخارة. طيب ليه انا عايزة اتكلم عن صلاة الاستخارة؟ ببساطة لان بفضل الله انا جربتها، وربنا جعلها سبب ان هي تنور لي بصيرتي وتنقذني من حاجات كتير قوي. ويعني طول عمرنا نسمع ان احنا نقرا نصلي ركعتين من غير الفريضة ونقرا دعاء الاستخارة، ولكن انا يعني ما ابتديتش المس الاثر بتاعها غير يعني بعد كذا موقف كده. بصراحة يعني واحدة صاحبتي كان ليها الفضل بعد ربنا، يعني هي اللي علمتها لي وقالت لي، يعني كان في موقف كده، كان في حاجة كنت ماشية فيها يعني، وقعدت تقول لي انتي صليتي استخارة؟ قلت لها لا. قلت لها لا، انا يعني مقتنعة بالحاجة دي ومبسوطة فيها وماشية فيها يعني، وعادي اصلي ليه استخارة؟ الكلام ده لو محتارة. قالت لي لا، عشان خاطري صلي استخارة، يعني هو انتي هتخافي من ربنا؟ ما تخافي من ربنا يعني ربنا هيضرك يعني؟ قلت لها لا طبعا ما اخافش ان ربنا يضرني، ماشي اصلي. لدرجة ان هي كانت كل شوية او كل يوم بتتصل بيا، ربنا يجازيها خير يا رب، وتقول لي صليت يا سارة؟ اقول لها اه. تقول لي طب معلش صليها مرتين في اليوم او 3. قالت لي ده انا مثلا كانت متجوزة، هي كانت عروسة جديدة، قالت لي ده انا في جوازي وفي خطوبتي انا كنت بصلي الاستخارة دي بعد كل فريضة. قلت لها يا للدرجة دي؟ قالت لي اه والله، حتى انا وانا داخله اكتب الكتاب صليت استخارة. قلت لها طيب ماشي. المهم انا يعني خدت النصيحة وطبقتها، وسبحان الله يعني الاقي الشيء اللي انا كنت ماشية فيه ده ومقتنعة بيه اتقلب، اتكركب كده فوقاني تحتاني، والله ما اعرف ازاي. تمام. طيب موقف تاني برضو. كان في يعني مكان كنت بشتغل فيه، كانت شركة كبيرة وكانت مالتي ناشونال، الكلام ده من سنتين كده. و... والشغل فيها ما كانش فيه مرتب، يعني الاول كنت داخله اساس فيه مرتب، بعدين لقيته بالكوميشن، بس كان يعني كان كارير يعني للكوميشن فيه كبير يعني، اللي هيمشي فيه وهيصبر كان هيعدي يعني. فالمهم قعدت اشتغل وبتاع، فجأة كده قفلت الموضوع ومش مرتاحة للناس اللي انا بشتغل معاهم في التيم، يعني طب يا رب اكمل، طب يا رب ايه. قعدت اصلي استخارة كتير واقول الدعاء، برضو الموضوع لقيته اتكركب كده، ولقيت نفسي مش مرتاحة، ورحت ايه مقدمة استقالتي. وبعدين لقيت زمايلي بيقولوا ده احنا بقالنا كتير ومش عارفين نسلك في الموضوع. في ناس نجحت قدامنا وكانوا مصبريننا، بس احنا ايه ما نجحناش عشان كذا كذا كذا. فلقيت كام سبب كده انا عندي يعني يمنعوني ان انا اصبر، او ان انا اتعامل مع ناس انا مثلا ما بحبش ان انا اتعامل بشكل معين، ما بحبش انافق. المهم يعني فايه، الحمد لله سبت الشغل ده، يعني ما كانت الخسارة فيه قليلة يعني. في مثل كده يقول ايه، الخسارة القريبة ولا المكسب البعيد. تمام. طيب ابتديت استخدمها في ايه بقى برضو؟ ابتديت استخدمها في الاستخارة بشأن اصحابي، يعني لدرجة، وده هبقى اعمل فيديو تاني عن الاحساس الداخلي والاشارات الكونية ان شاء الله يعني، برضو هيفيدكم. ابتديت استخير على ناس حواليا، والله العظيم انا بقيت اتصدم، يعني يا رب اكمل مثلا مع دي تبقى صاحبتي، يا رب مثلا دي تبقى زميلة ادخل معاها في حاجة في كذا. وبلاقي يعني يا اما ناس بلاقيها احسن من ما كنت متوقعة، يا ناس الاقيهم يعني ما يستحقوش، او ان هم يعني ان انا اقعد اساعدهم او افكر فيهم او احبهم او ادعي لهم واديهم يعني المعزة دي. فكانت بصراحة يعني لما ابتديت استخدمها على الاشخاص برضو،
ابتديت الاقي يعني رد فعل مختلف يعني. طيب برضو حصل معايا موقف سبحان الله، مكان شركة برضو كنت المفروض اشتغل فيه. وانا هبقى انزل لكم بقى خبرات انا في كذا كارير يعني، عشان معلش انا متعددة الشغف، فالحمد لله ربنا كرمني بخبرات في مجالات كتير. ففكرة ان انا اقدر افيد غيري في مجالات انا دخلت فيها ان شاء الله تكون فكرة كويسة يعني. المهم فانا من سنة كده يعني كان في كارير كنت هدخل فيه تاني، تجربة شبه الشركة اللي ربنا انقذني منها دي. فعملت ورق وعملت فيش وعملت حاجات وكلفت نفسي وورق من هنا وورق من هنا، وبقالي سنة يتعطل التيم. المدير اللي هو جابني ده يعني كلمني حد كنت اعرفه يعني وحد شاطر جدا، قلبي مش مرتاح، ولكن عملت الورق وكده. سبحان الله انا بقالي سنة كاملة مش عارفة ادخل المكان ولا بشتغل في حاجات تانية يعني، بقالي سنة كاملة. المهم ايه، التيم اكتمل، كانت العطلة ان التيم بتاعه ما اكتملش وكده. وعملت ورق تاني للمرة التانية لان الفيش ما ينفعش يعدي عليه يعني 3 شهور، لازم لو هنتقدم لنفس المكان بيبقى فيش جديد يعني. المهم انا رحت وقدمت ورقي وكله تمام، بس ستيل قلبي مش مرتاح، لدرجة ان انا حتى موقف كوميدي قوي بس سبحان الله لما رجعت للاشارات الكونية وفسرته يعني لقيته ان لا، كانت دي اشارة كونية. كنت جايبة شوز جديدة لونها اسود ومرضتش اطلع في الاسانسير يعني ما بحبهمش، قلت مش مشكلة ده الدور التاني يعني ايه اللي هيخليني اطلع فيه يعني. المهم طلعت على رجلي، راحت رجلي اتخبطت، لقيت الشوز ايه ات يعني اتكشطت كده او اتشرخت يعني باظت حاجة كده. قلت لا دي اشارة ان ما كملش. رحت قايله لا 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 بقى ايه يا ساره ما تكبريش الموضوع يعني، شوز ايه وبتاع ايه وهبل ايه يعني. المهم دخلت قعدت مع المدير قلت له كذا كذا، قعد يضحك، قلت له انا مش مرتاحه يعني. قال لي لا والله والدنيا تمام وبتاع. المهم عملت الورق وقدمت، استنى شهر واتنين يعني الشركه دي بتغيب شويه عبال ما تعمل تريننج وكده، مفيش. والله العظيم رحت نزلت كده في رمضان قلت لا انا هروح الشركه يعني، لا قبلها يا رب انا كلمت المدير بتاعي قلت له ايه الاخبار، لقيته بيقول لي انا سبت الشركه. قلت له ايه ده سبت الشركه؟ طب انت مش تقول لي يعني؟ قال لي لا انا قلت لك يا ساره انت ما خدتيش بالك يعني. انا ساعات كده مثلا كلامي بس ما ركزتش، بس ايه اللي هيخليه يسيب الشركه؟ لان هو كان بيشتغل في كارير تاني جنب الكارير ده يعني. المهم رحت جبت ورقي وقعدوا يقولوا لي الناس اللي هناك لا كملي انت السي في بتاعك كويس، انت خبرتك كويسه في المجال وكنتي في شركه كويسه كملي، بس انا قلبي مش مرتاح. المهم قعدت اصلي استخاره وكده فروحت تاني ببص لقيت الاداره اللي هو الكاونتر اللي بره ده، بقول لهم هو ورقي موجود؟ المفروض انا اعرف ان ورقي بقى سافر وخلاص داخله تاني، لقيتهم بيقولوا لي لا ده الورق جه. الله، مين اللي جاب ورقي؟ انا اتصدمت قلت ايه ده بجد ربنا يعني مش رايد، ده انا صلاة الاستخارة جابت نتيجة. وهنا برضو يا جماعة نفرح بحتة ايه، لما دايما انا اتكلم واقول لما احساسك الاولاني يكون في حاجة، والله العظيم صدق الصوت الاولاني ما تصدقش الصوت التاني. الصوت الاولاني اللي بيجيلك اول وهلة ده هو ده الصح. المهم جبت ورقي وكده وفرحت ان انا اصلا احساسي كان صح ان انا ما ادخلش الشركة دي طالما قلبي مش مرتاح. ربنا بعت كذا علامة التأخير ان انا يعني اتأخرت كذا شهر وبعدين الدنيا وقفت، طب كذا. فابتديت يعني التجربة دي فادتني ان انا اعرف حتة ربنا بقى عايز يقول لي ايه. برضو من شوية كنت بتفرج على فيديو لدكتور كريم علي اللي هو صاحب قناة فكر تاني، فكان بيتكلم على الاشارات وكده، اشارات الاحداث والاشارات الكونية والرسل وكده. الرسل ان هي بيجيلك موقف بيكون شبه الرسول يعني معاه رسالة ليك. طيب انا اصلي استخارة ازاي؟
زي ما قلت في الاول، حصل لي ركعتين من غير الفريضة، وهقول الدعاء اللي هو اللهم إني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك فإنك تقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، وتقوله مثلا شغلي في المكان ده، مصاحبتي لفلانة، جوازي من فلان كده، وتقول خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن الأمر ده، وتقوله برضو شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان، ثم ارضني به. وتجيب الدعاء عادي من جوجل أو أي بيج أو أي حاجة وتكتبه. طيب انا بقى يعني ايه اللي بيبان لي في ايه؟ يعني مثلا في ناس تقول ايه انا حلمت. طيب انا بالنسبه للاحلام، انا حاجه يعني بحب اتكلم في الاحلام في حاجه. بيبقى في نوعين من الاحلام، بتبقى رؤيه وبتبقى اضغاث احلام، حاجات يعني كده. وطبعا دي بتبقى من الشيطان. وفي ناس بتبقى شفافه، ويعني شفافه يعني ناس ايه بتاعت ربنا قوي يعني. ودي طبعا كلنا بنمر بيها. ما بتلاقي عليكم فتره كده بتبقى قريب من ربنا قوي، بتصلي كويس مثلا، بعيد عن الملهيات اللي هي السوشيال ميديا، بعيد عن الناس، بتبقى كده في حته كده مع ربنا، بتبقى او بتقول اوراد معينه او اذكار كتير، بتلاقي نفسك في حته كده يعني إيه غير يعني غير حالتك اللي انت ماشي عليها، يعني بتلاقي عندك بصيرة كده. فلو انت من الناس دي ومتعود مثلا بيجيلك منامات بتتفسر، او يعني قلبك دليلك بقى وكل حاجة بتشوفها بتحصل وكده، فيجيلك حلم بعد الاستخارة، ماشي الناس دي تاخد بالموضوع ده. طيب حد مثلا ما بيحلمش خالص وجات له إشارة، جات له مثلا رؤية، يبتدي هنا يفكر. بس برضو ايه يعني الفيصل اللي انا هتكلم عليه هنا، ان الاحداث اللي هتحصل هي الفيصل. طيب انا هحكي لكم برضو موقف كده. كنت مرة في المسجد بمناسبة الرؤى يعني، ففي واحدة بتقول انا بنتي اتقدم لها عريس وانا قلبي مش مرتاح خالص، والولد بيتعامل كويس ومفهوش غلطة، وحلمت حلم ان بنتي بتقع في حفرة او كده، انا مش مرتاحة. والناس يقولوا لا, لا يا ستي ده حلم، ده انت هتبوظي الجواز عشان حلم. راحت قالت لدرجة ان انا مرة حكيت لها على حاجة، الست دي قلت لها ده انا في حاجة بتحصل في الحقيقة ومثلا بحلم بعكسها. راحت قالت لي لا صدقي الحلم ما تصدقيش الحقيقة. قلت لها للدرجة دي؟ قالت لي زائد ان انا الموقف اللي حكيت عليه في اول الفيديو لما قلت لكم كان في حاجه وصاحبتي حذرتني، الاذان اهو. سبحان الله، برضو الفتره دي كنت قريبه من ربنا قوي وبدعي وبصلي وكده. فجالي حلم تحذيري او رؤيه تحذيريه يعني من الامر ده. ولكن انا قعدت اقول لا، يعني ده يعني لا مش كده. وسبحان الله يعني تجاهلت الحلم ده بس ربنا انقذني يعني عن طريق ان انا استخرت ربنا، وان انا يعني كنت مع ربنا واستلمت الاشاره يعني. فبس دي طريقه صلاه الاستخاره. بنصليها ازاي؟ في ناس مثلا حابه تصليها بعد كل فريضه، ناس حابه تصليها مرتين في اليوم. على اضعف الايمان نقول الدعاء بس ونقوله كتير، ونستنى. ومع الممارسة بقى يعني ايه نجربها حتى ولو في حاجات بسيطة. اللي هيخليك بقى ماستر فيها بقى او معلم بقى فيها كده زي ما بيقولوا التجارب. وايه بقى، وادخلوا في حاجات زي ما انتوا عايزين وما يهمكوش، انتوا بقى معاكوا ربنا، ومعاكوا بقى ان انتوا تنفذوا صلاة الاستخارة دي. بس وان شاء الله يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتم. وتصبحوا على خير.